اهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو دلوقتي هنتكلم فيه عن الحالات التحكيمية اللي حصلت في ماتش الاهلي والاسماعيلي. اول حالة معانا في الماتش وهي كانت حالة في الدقيقة الخامسة، وكانت حسبت ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، اللاعب مش داخل على الكرة خالص، اللاعب قاصد رجل جراديشار. عشان كده الحكم اول ما شافها على طول ما ترددش ان هو يحسبها ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي. نيجي لتاني حالة. تاني حالة كانت في الدقيقة التاسعة، وهي تسلل صحيح على إمام عاشور. جينا هنا لو بصينا على الصورة هنلاقي الخط مرسوم، إمام عاشور حرفيا معدي بنص جسمه الفوقاني عن آخر مدافع لنادي الإسماعيلي. عشان كده أنا بقولك الكرة تسلل وقرار صح من الحكم. الحالة التالتة معانا وهي حالة في الدقيقة 12، وضربة جزاء لم تحتسب لجراديشار، والحكم ما وقفهاش حتى ولا راجع تقنية الفار ولا أي حاجة. واحد هيجي يقول لي طب ما الصورة هي باينة إن رجل لاعب الإسماعيلي لمسة الكرة الأول. أحب أقول لك دلوقتي إن أنا هجيب لك الصورة من كادر تاني، وهتشوف فعلا هل رجل اللاعب لمسة الكرة الأول ولا لأ. أدي الكادر التاني يا جماعة، الحالة من أولها خالص من بدايتها. رجل اللاعب مش جاية على الكرة أصلا، رجل اللاعب مغطية على رجل جراديشار، وحصل هنا الالتحام على رجله، والمدافع التاني كمل بجسمه على جراديشار، وبعد كده خبط الكرة بجسمه وهو بيتزحلق. يعني الكرة ضربة جزاء صح، والحكم حتى ما حسبهاش ولا اتكلم عليها. حالة معانا وهي في الدقيقة 13، وهي كرة حسين الشحات اللي ناس كتير قالت إنها ضربة جزاء ما اتحسبتش للنادي الأهلي. للحظة الأولانية اللي أنت تشوف فيها الصورة من الكادر دوت تقول بس ده حارس الإسماعيلي دفع حسين الشحات، ودي طبعا تتحسب بلين. بس أنا عندي كلام تاني خالص، وهي إن أنت لو بصيت معايا من الكادر التاني للصورة هنا هتلاقي التحام عادي، حارس الإسماعيلي واقف عادي، اتحكم في جسمه، لحق نفسه قبل ما يخبط حسين الشحات، وجسم حسين الشحات هو اللي جاي حارس الإسماعيلي. عشان كده بقولك الكورة ما فيهاش أي حاجة، وقرار صح من الحكم إنها ما تتحسبش ضربة جزاء للنادي الأهلي. حالة معانا وهي حالة في الدقيقة 20، واللي هي بالصدفة يعني الحالة ديت هي اللي اتحسبت ضربة جزاء تاني للنادي الأهلي اللي ضيعها حسين الشحات. بس أنا حابب إن أنت تبص للحالة من أولها زي ما في الصورة كده. زي ما أنت شايف لعيب الإسماعيلي داخل على رجل جراديشار تماما، يعني جراديشار لعب الكورة داخل لعيب الإسماعيلي حرفيا شاله. الحكم ما ادالوش إنذار ولا اداله أي حاجة، لأ بالعكس الحكم حسب الكورة أصلا أوفسايد في الأول، بعد كده لما رجع للفار حسبها ضربة جزاء. أنا مش تعليقي على إنها اتحسبت ضربة جزاء، أنا لو بعلق على هنا الكورة في البداية تستاهل إنذار للاعب الإسماعيلي، وده مش أول تدخل على جراديشار. لعيبة الإسماعيلي ماسكينه من أول الماتش تدخلات مؤذية بمعنى الكلمة. نفس الحالة دي الكورة اللي اتحسبت ضربة جزاء يا جماعة، واللي ضيعها حسين الشحات. ضربة الجزاء ديت لأ، كل بتجيهات نادي الزمالك مشيرة صور بعد الاصطدام، وبيقول لك رجلين امام عاشور خابطين في بعض. احب اقول لك لا، زي ما انت شايف اهوت ركبة اللاعب في رجل امام عاشور، ده اثر على اللاعب وهو بيجي، فبالتالي هي ضربة جزاء صح وقرار صح جدا من الحكم. السادس واخر حالة في الماتش وهي كانت في الدقيقة 39، وتسلل صح على اللاعب حسين الشحات. واحد هيقول لي طب ما في الصورة هنا انت راسم الخط اهو، حسين الشحات مش حسين الشحات على الخط مظبوط. احب اقول لك ان احنا لو عملنا زوم كده على جسم حسين الشحات هنلاقي حسين الشحات معدي بجزء من ركبته وجزء من رجليه تحت، فبالتالي قرار الحكم ان الكرة تسلل كان قرار صح، مفيهوش اي حاجة غلط. كده نكون يا جماعة استعرضنا الحالات التحكيمية المؤثرة تماما في ماتش الاهلي والاسماعيلي، وعرفنا ايه اللي لينا وايه اللي علينا، وايه اللي الحكم غلط فيه وايه اللي الحكم مغلطش فيه. في نهاية الفيديو ما تنساش لو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في امان الله.